لايكوا وشيركم كتر خيركم حتى يثبت اللايك. يسلمك احمد طه، تحية لك كل الحضور. بدأ ضد الظلم. شيروا اللايك بس كونوا شاكرين. فنور يا عبد العزيز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والنصر للشعب السوداني، لقوات الشعب المسلحة السودانية المؤسسة، وللمقاومة الشعبية، وللمشتركة، ولكل من حمل السلاح في وجه هذا العدو القاشم، وفي وجه هذه المؤامرة القذرة ضد الشعب السوداني. ربنا يتقبل جميع شهدائنا في المؤسسة العسكرية وفي المشتركة وفي أبناء الشعب السوداني، ويشفي جميع جرحانا. ونسأل الله النصر المؤزر، ونسأله أن يخزي كل متآمر وكل قادر بهذا الوطن وبهذا الشعب، سواء كانوا من بني جلدتنا أو من جيراننا أو من الذين يتآمرون من أجل ثرواتنا أو من أجل إخضاعنا. التحية لكم جميعا، والتحية والتجلة والتقدير للمشتركة وللميارم في الفاشل. طبعا يا جماعة في حاجة معلومة تاريخية مهمة لازم الناس تعرفها. بأي عقلية وبأي فهم ربنا سبحانه وتعالى، طبعا هذه الحرب سيبك من الحرب ضد السودان، هي حرب طبعا ضد الدين ذاته، ضد الدين الإسلامي. وما يجي زول هنا عشان زي الناس السايقاهم الكوزوفوبيا يجي يقول لك انت كوز ولا حركة إسلامية ولا الكلام الفاضي ده. نحن عارفين الحرب دي طبعا زي واحدة زي رشا عوض عشان تكون ترندي وتشتهر لازم تطلع وتهاجم الدين الإسلامي. شفنا زي القصة دي حصلت مع سلمان رشدي قبل كده، وشفنا كيف الغرب تطلع مظاهرات. لكن لو كان هوجم الدين المسيحي أو هوجمت المسيحية أو العقيدة المسيحية، لأن نحن نؤمن لا دين غير الدين الإسلامي، وده ربنا دل أنه الناس لو بتتفقه أو بتقرأ في الدين زي رشا عوض دي لازم طبعا عشان المنظمات تتبناها وعشان تبقى ترندي لازم تظهر بهذه الصورة. وهي في النهاية طبعا كلهم يعملوا تحت إمرة هذا العدو الغزر ضد الدولة السودانية. ولكن داير أضرب مثال، ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحق العدل، ويستحيل ربنا ينصر الظلم، يستحيل أن ينصر يا جماعة الأمقرون وأبناء أمقرون على ميارم الفاشل وأبناء الفاشل. ليه؟ لأنه أنا تكلمت لك عن عظمة الفاشل وبلد السلطان وتاريخ الفاشل، ويكفي أنه الميارم في الفاشل هن من كان ينسجن كنا ينسجن
كسوة الكعبة، لأنه هذا المحمل يا جماعة في رجلين كانوا بيكسوا الكعبة دي كويس. ده بعد الدولة الأموية والعباسية والقصص الكثيرة دي. الرجلين ديل هم من يا جماعة السلطان علي دينار. عشان كده لما نقول فاشر السلطان ونشوف أبناء الفاشر واستبسالهم، وأنه الفاشر تكسرت فيها المؤامرة الأممية التي تقودها الإمارات لتقسيم الدولة السودانية. دي اتكسرت ليه؟ لأنه أبناء الفاشر دين من أمهاتهم هن النساء اللي كنا ينسجن يا جماعة كسوة بيت الله المعظم في الأرض، اللي هو يا جماعة الكعبة المشرفة دي كان المصنع. الاثنين كانوا بيكسوها الملك فؤاد الأول في مصر وبيكسيها علي دينار. حتى تكلمنا لك عن آبار علي في الأراضي الحجازية. هذه الآبار لم يحفرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولكن هو السلطان علي دينار. فكيف لنساء أو أحفاد هؤلاء النساء أو أبناء هؤلاء النساء ينتصر عليهم أبناء قرون التي تتغنى للقتل وللنهب وللسلب وللاغتصاب؟ الشيء الطبيعي ربنا ينصر العدل وينصر الحق. فالتحية لأبناء الفاشر، والتحية لنشطاء أبناء دارفور خصوصا الشاب بيش وغيره ونبيبي وكل الناس، والتحية للناس اللي تصدت لهذه المؤامرة. ونحن من فترة طويلة عرفنا بعض الناشطين كان عندهم دور قذر بيعملوه، وزي القصة بتاعت ما عارف اللي بقول لك البحر والنهر دي برضه شغل بتاع جنجويد، وشغل أنه يفتنوا الشعب السوداني ويدعوا أنهم هم أنصار المهمشين، وما هم إلا قتلة وسفلة جمعوهم من شتات لكي ينتصروا على الدولة السودانية. والتحية لمندوب السودان في الأمم المتحدة. لأول مرة يا جماعة أنا الليلة لأنه في حاجات كانت فايتان الفترة اللي فاتت دي، لكن داير أعرض كلمة مندوب السودان القوية القالة في الأمم المتحدة. ونحن هكذا نتمنى أن يكون المسؤولين، يعني نحن بنتمنى المسؤولين يكونوا كده. تفضل. عليه أن يأتي بقلب سليم، وأن دولة الإمارات هي الدولة التي ترعى الإرهاب المنمذج والعرقي في السودان، ولقد أثبت ذلك تقرير مجلسه، تقرير panel of experts منذ عام 23 ديسمبر لقد أشار إلى ذلك. وإننا حشدنا لكم كل البينات والدلائل والصور ورفعناها إلى مجلسكم الموقر لكي تناقش. ولكن دولة الإمارات بفعلها وشرها عرقلت الاجتماع بصيغته المطلوبة حتى يتخذ مجلسكم كما قلت لكم مشي مسافة الميل المتبقي، وهو إدانة دولة الإمارات في عدوانها. ليس السودان وحده هو الذي قال بذلك، طالب به الأمم المتحدة، طالبت به الولايات المتحدة، طالبت به مجموعات كبيرة جدا من الصحف والمحققين الأمريكان والأوروبيين والبريطانيين، طالبت به جماعات حقوق الإنسان. إن دولة الإمارات مدانة، وإن المدان لا يستطيع أن يكون شريكا في السلام ولا أن يقدم أطروحة أو مزوجة بذلك. إن استمرار القوات المسلحة لعرقلة الإغاثة الذي يقوله أنتم الآن في جلستكم الفيديو كلكم ممكن تابعتوه، وأدي التحية لممثلنا في الأمم المتحدة، والتحية لكل سوداني شريف يدافع عن هذا الوطن، ولكل جندي يحمل السلاح دفاعا عن هذا الوطن ضد هذا المشروع. طبعا دولة الإمارات والتي لحد الآن يا جماعة بتصهر في الهالك حميدتي حتى تذهب إلى مخططة. وأنا ما دار أعلق على التهديد بتاع الاتحاد الأفريقي أو مجلس الأمن، لأنه قلنا هذه المؤسسات يا جماعة بتسيطر على دوائر معينة. والإمارات طبعا تربيبة الصهيونية كانت اخترعوا لها أنها تدعم هذه المؤسسات حتى يكون لها وضع في المجتمع الدولي، وهي ليس لها وضع تاريخي ولا مؤثرة كما الشعب السوداني حتى تحتدي على الدولة السودانية أو تحاول تشرد الشعب السوداني أو تمسح تاريخ الشعب السوداني. في حاجة مهمة يا جماعة، معلش شيروا اللايف ده، وأنا جغمت الزول اللي بيرسل الروابط ده، جغمته طوالي
فشيروا يا جماعة الفيديو ده، لأنه حنتكلم في حاجتين مهمات جدا جدا ولازم الناس تركز معانا في الحاجات دي. وأنا بوعدكم في حلقة قادمة بإذن الله في الأيام الجاية عن الدور الأمريكي الغزر اللي بتلعبه الولايات المتحدة، ودي حلقة جهزت لها لأنه في بعض الناس بيتحدثوا بيقول لك يا أخي أنت ما مرتب، مرات ما بتحضر. يا جماعة أنا ما احتجت أحضر وأخذ ورقة والكلام ده، لأنه المعلومات متدفقة وما يحدث في السودان عنده ارتباطات. يعني حتى في بعض السودانيين اللي هم وقعوا في براسين العمالة بدون علمهم تحولوا إلى أدوات، إلى ممثلين في السيناريو الخطر ضد الدولة السودانية. في ناس طالبت بالتعليق على مبارك أردول والتسريب بتاع الاتصالات. أنا ما داير أحبطكم، لكن حتتوقعوا مزيد من التسريبات. كل ما الإمارات تنضغط وكل من الجنجويد ينجموا من المشتركة، وأنا تركيزي أن المشتركة لا تقع تحت القيادة أو هيئة القيادة، لأنه لو كان واقع تحت هيئة القيادة لما كان انتصرت هذا الانتصار. وجيش بابا نوسة والجيش الفاشل لهم التحية، وأنا بحييهم وأقول لهم واصلوا في هذا النهج وخليكم بعيد عن هذه القيادة وده حنجيو. لكن في حاجة مهمة جدا لازم نركز معاها والناس تفهمها. طبعا اليومين دي كل المحركات دولة الشر بتحرك كل العملاء اللي هم عملاء بصورة مباشرة أو عملاء بصورة غير مباشرة أو القطيع أو الجداد بتاعهم، بتحركوا عشان شنو يا جماعة؟ يحاول يرجع على هذا. أما بالنسبة لما يحدث لأبناء الشعب السوداني في حاجة مهمة، أول حاجة داير أركز عليها. طبعا نحن في ظل وجود البرهان، وتاني الناس ما تزعل يا جماعة، نحن ما عندنا المؤسسة العسكرية دي مؤسسة لا تنسب لأشخاص. في ظل وجود البرهان وفي ظل وجود جبريل، أول حاجة يا البرهان أنت لم تفلح سياسيا ولا عسكريا، لأنه لو كان فلحت سياسيا كان أي سفير وأي رجل عينه حمدت في الدولة السودانية الذي أبحت له الدولة السودانية وفتحتها له على مصراعيه لكنت أخذته من منصبه حالا. لكن لأنه نحن بنعرف الضغوطات والتسجيلات، التسجيلات دي ما مختصة بمبارك أردول، لما بدوها لناس هشام عباس أو بدوها للقطيع ده أو بدوها لغيرهم عشان يسربوها، أبدا. الكلام ده الناس اللي بتتابعنا من 2018 و2019 2020 أنا ذكرت لك أن الإمارات بتستند على كل مكالمات المسؤولين السودانيين والسياسيين والعسكريين وحتى أبناء الشعب السوداني، لأنه يا جماعة قلنا كان منظومة اتصالات خطيرة والإمارات مسيطرة. لأنه نحن ذاته عندنا المفهوم بتاع الأمن القومي ده حيكون مختلف بعد انتهاء هذه الحرب. وفي ناس طبعا المخطط أنه الحرب تستمر، وبما أنه الدكتاتور دائما يا جماعة ما شخصية قوية، دائما شخصية هشة زي البرهان ده، ما نسمع الكلام والجخ ده. البرهان شخصية ضعيفة وخاتين حوله مجموعة من الناس بتنفخ فيه أنه هو كاهن وأنه هو لا كاهن لا هناي، لأنه مهدد بنفس التسجيلات اللي سربت لأردول. وقبل كده شفنا في فيلم سرب لأركو مناوي لكن تجاوز المسألة. لكن البرهان لا يستطيع أن يتجاوز المسألة لاعتبارات لحد الآن نحن ما بنعرفها. ليه؟ لأنه نحن تكلمنا أنه في مدينة كاملة، وقبل كده نحن قلنا ما في قبيلة بتحكم دولة. المدينة دي هددت الدولة السودانية وهددت الجيش السوداني القبيلة دي، وفرضت هيبتها على المؤسسة العسكرية السودانية البغوض البرهان. والبرهان لحد الآن ما داير يتخذ ضدها إجراء، ما داير يفرض هيبة الدولة، بل هذه الضعين الآن أضحت هي أكبر حاضنة لأموال الشعب السوداني والمنهوبات، وبقت لأنه كان حيحولوها مركز لشنو يا جماعة؟ العاصمة الاقتصادية والسياسية، في حال كان مشروع والمخطط بتاع الهالك ومخطط بن زايد نجح في السودان. والبرهان لحد الآن أنا ما عارف السر شنو، هل صداقته أو علاقته الطويلة بحميدتي أو بوجهاء هذه القبيلة أو على رأسهم الناظر الذي وتبنوا هذا الهجوم وحموا الجنجويد وقالوا بصورة واضحة أنه هددوا الدولة السودانية وتحدوا الدولة السودانية وأسقطوا هيبة الدولة، لأنه هم بيعلموا تماما أن الدولة السودانية من يقف على رأسها
هم أشبه رجال وعلى رأسهم البرهان. لذلك البرهان مهدد بهذه التسجيلات. لما يطلع مبارك أردول يقول الكلام ده ما تستعجب ولا تندهش، الكلام ده أنا قلت لك زمان ما قلنا لهسه. كل المسؤولين ديل التسجيلات حياتهم الشخصية عند الناس ديل. لكن في حاجة دار أقول لك يا عبد الفتاح البرهان، في عهدك وعهد مساعدينك ديل سيكتب بأنكم فرطتم في شرف حرائر السودان ولم تستطيعوا أن تحموا المرأة السودانية. لأنه لو كنت أنت رجل ومسؤول، وإلا أنت دار تحول الشعب السوداني زي الشعوب الخليجية تستأثروا بالسلطة وبثروات الدولة السودانية، ودارين تمنوا على الشعب السوداني بما تعطوه له. وده ما بيحصل عندنا في الدولة السودانية، لأنه الشعب السوداني شعب حر ونحن أحرار، لا يمكن أن تعاملنا هذا التعامل. يجب أن يكون لكم وقفة قوية في نساءنا المشردات والمحاصرات في الأحراش الأثيوبية. ولو كنت رجل وبتملك سلطة لكنت طلبت من أنطوني غوتريش فورا يأخذ أي لاجئ أثيوبي داخل الدولة السودانية فورا يستلم ويطلع، وتجيب الحراير ديل حتى لو تجي تنزلهم في قصرك القاعد فيه في بورسودان، ولا تأجر لهم فندق. لأنه البيت اللي انت قاعد فيه في بورسودان ده ما بيت أبوك، ما كتبوا لك عبد الرحمن البرهان، ولا الوزارة المالية اللي قاعد فيها جبريل دي ما حقت أبوه، ما كتب له إبراهيم. ده حق الشعب السوداني ومال الشعب السوداني. المفروض تستروا بالحراير ديل، المفروض ترفعهم تجيبهم. ونحن ما دارين الاستغلال، كونه لا صوت يعلو في صوت المعركة وجبريل إبراهيم يأخذ في الضرائب وأموال الزكاة بتاع ديوان الزكاة اللصوص والحراير السودانيات يتعرض لهذه الإهانة ولهذا وهو حيحصل شنو أكثر من ما أن المرأة السودانية في عهدكم اغتصبت وسبيت وبيعت. أكثر من كده بشنو؟ لكن دايرين انك تكون رجل على قدر ما يحدث في الفاشل اللي اصبحت عصيه على الوليد مادبو الذي يحلم باسقاط الفاشل، ويحلم بل يقترحوا البعض يقترح الان انه على الجنجويد يصدروا جوازات ويصدروا، لانه ديل مهمه العملاء ومهمه الخونه. اما بالنسبه للاتحاد الافريقي الذي يهدد بالقوات الامميه او مجلس الامن، قلناها 100 مره، المجتمع الدولي لا يعرف إلا الأغوياء، لا يحترم الضعفاء، ومثلك يا برهان لا يحترم. وإنت تم تهديدك قبل كده في مجلس الأمن، وجينا نصحناك عبر هذه النافذة وأزدينا لكم النصح، لكن لأنه يعلمون تماما هشاشتكم وضعفكم وذلكم وهوانكم لدى أجهزة هذه المخابرات، بأنهم يعلموا تمام أنك ما رجل حتدافع عن شرف المرأة السودانية. الجيش السوداني الذي حمل ليبيات من الاغتصاب امثال حرفتك يرسل من يغتصب السودانيات ويزبيه وانت قاعد تتفرج. المفروض يطلع قرار فورا، ولو تنادي انطوني غوتريش السودانيات اللي في الاحراج بتاع القابه والسودانيين، لانه لا تقدم ولا في قوه سياسيه حتدافع عنه ولا حتضطر تتكلم عنه. انت المسؤول. الذهب اللي قاعدين ترشوا به ويسرق فيه مبارك اردول وتسرقوا انتوا كضباط، ده ما حق ابو واحد فيكم، دي ثروات الشعب السوداني. انتوا الظروف جابتكم خدتكم هنا، انتوا المفروض الشعب السوداني ده حقه، ما حقكم انتوا البرهان انكم تستأثروا بالثروه وبالسلطه وتنهبوا. وجبريل نحن نتحدث معاك، انت وزير ماليه مدني راكب مشتري لك عماره ب1,000,000 دولار وراكب لك 800 لاند كروزر، الاولى تجيبوا الحراير السودانيات ديل. ده لو انتوا رجال ومسؤولين تجيبوهم فورا، وفورا اي اثيوبي موجود على الارض السودانيه يتفضل يطلع برا تنادي الامم المتحده. نحن عندنا حرب المقعد شنو؟ ما نحن شفنا غناصه اثيوبيين بيقتلونا، شفنا ابناء النوير بيشاركوا مع الجنجويد ويقتلوا في ابناء الشعب السوداني وينهبوا في الدوله السودانيه زي ما انتوا بتنهبوا وتساعدوا الاخرين على نهبها. فده كلام ما بينفع، والمفروض يصدر قرار منك فورا. ويا ياسر عطا ما تطلع تدعي لنا، عندكم قرارات تصدروها فورا تعيدوا هؤلاء اللاجئين في اثيوبيا فورا وتجيبوهم تخطوهم في فندق 5 نجوم في بورسودان، ولا تخطوهم في القصر القاعد فيه برهان، ولا البيت القاعد فيه ابراهيم جابر اللي بيتآمر على الدولة السودانية وعلى المؤسسة العسكرية. ونحن ما بنسمح
الشعب السوداني وجيش الشارع يا البرهان لن يسمح على الإطلاق بأنك تهزم هذه المؤسسة، وبأنه قبيلة تهزم دولة وتهدد دولة ومدينة كاملة تتمرد على دولة وإنت ما قادر تتخذ قرار. لا بد يا جماعة. واحد قال لي وين كنتم لما كنا نحن نتحدث عن حراير دارفور؟ امشي راجع الارشيف، كان كثير من ابناء دارفور ينومون مع الكيزان. ما تجي تتكلم، لانه نحن كنا ندافع عن كل القضايا ولا كنا نقسم السودان ده شايفينه واحد. عشان كده نحن الان لما نتحدث كنا بندافع. وبل قضيه دارفور امشي شوف الارشيف يا عيان انت، لما كنا بنتحدث عن الاغتصابات وعن الجرائم وعن الجنجويد، وامشي راجع. ما حنقول لك انا شخصيا بتكلم بصيغه عن نفسي دي، امشي راجع الكلام اللي كنا بنكتبه وكنا بنقوله. حتى ابناء دارفور اللي كانوا بيتاجروا بالقضيه لا يستطيعوا ان يدافعوا عما يحدث في دارفور كما كنا ندافع. والحمد لله الارشيف موجود يا سيد، ما تجي تصطاد في المويه العكره. والان نحن في لحظه بتاع التوحيد وجدان الشعوب السودانيه. لازم البرهان وجبريل تورونا وين انت يا جبريل دار تقول لنا شنو؟ قروش الضرائب بتمشي وين؟ لا موظفين عندهم مرتبات. الحراير في اثيوبيا دي لابد ان يعودوا فورا يا البرهان. بالنسبه للقوات الامميه اللي بتهدد بها الاتحاد الافريقي المرتشي من قبل دويله الامارات، والاتحاد الافريقي كان عمر البشير بيرشيو يا اخي، الاتحاد الافريقي كانوا ناس نافع علي نافع بيرشيو يا اخي، وشفنا الاتحاد الافريقي كان يتحدث عن عظمه التجربه الديمقراطيه بتحت المؤتمر الوطني. فما ده اتحاد ما عنده قيمه. وشفنا القوات الامميه اللي ازاحه لما تحدثنا الازاحه البرهان وحميدتي، وبعد ذاك حميدتي ارتكب عده مجازر في دارفور، وكان كثيرين هنا يتحدثون عن السلام سمح، وقلنا لكم هذه جريمه، جريمه جوبا وليس سلام جوبا. كنا نتحدث هذه القوات الامميه هل حمت نساء دارفور من الاغتصاب؟ هل حمت مواطني دارفور من القتل؟ هل حمت النازحين من القتل؟ ابدا. هذه القوات بل كان يتم اختطاف جنودها من بعض المرتزقه، من بعض الجنجويد ومن بعض الحركات. ما تجي تتكلم كلام فارغ، لأنه نحن كنا نتحدث هذه القوات تم سحبها. هذه القوات ستكون وسيلة لدعم الجنجويد وليس لحماية إنسان دارفور، وعندنا تجارب معاه كثيرة. عملت شنو القوات اللي كانت موجودة في دارفور يا سيد؟ ما انت لو بتتابع ولو بتقرا، لكن ما تجيني هنا عشان تجي تخش لي في اللايف تجي تغير لنا افكارنا. انت ما بتجري انت تاجر بالقضيه. نحن نتحدث عندما كنا نتحدث ونتكلم كان ابناء دارفور كثيرين منهم شركاء في هذه الجرائم، ولكن الان نحن في مرحله ان نتوحد كسودانيين ضد هذا الغزو والاحتلال الديموغرافي والاحلال السكاني البغيض الذي ظللنا نحذر منه والبعض منكم يضحك. شوف عدد المجازر التي ارتكبت ما بعد جريمه جوبا وما بعد سحب هذه القوات الضعيفه. فعلى البرهان والدوله السودانيه الله ينصاع للاتحاد الافريقي، والله ينصاع ما يسمى بمجلس الامن الدولي. ولو كنت في موقف البرهان لاستعنت بكوريا الشماليه لغلبت امن هذا البحر الاحمر، لانه يا البرهان روسيا ممكن تلاعبك، ممكن تشتغل معك بجاي قاعده في البحر الاحمر وتشيل الذهب من الجنجويد. انت عارف الناس بيفكروا كيف، لكن انت فاشل سياسيا وفاشل عسكريا حتى لم تستطع ان تتخلص من الخونه داخل المؤسسه العسكريه. فيجب انه نحن دايرين زول زي المندوب بتاعنا ده الليله في مجلس الامن. الخطابات الزي دي الخطابات اللي يجب ان نخاطب بها، ولا نقبل اي شيء من الامارات. الامارات لا تقدم اي مساعده انسانيه ولا نقبل منها اي شيء، لا نقبل منها. الامارات ما بيننا وبينها الدم والتار، ده ما بيخلي خالص. وانت ما قادر حتى تجيب جيشك في السعوديه البرهان، فانت ما الرجل اللي اصلك ذاتك ما تصلح دكتاتور ولا تصلح رئيس، لانه انت منفوخ في الفاضي. ولو كنت رجل كان دي فرصتكم انه تكونوا عظماء، لكن من اين تاتيكم العظمه؟ ومن اين تاتيكم الرجوله؟ ومن اين تاتيكم؟ والرجوله مواقف، الرجولة مواقف. ما زي أسعدت أولادك وأولاد كباشي وأولاد الغالي وعثمان الحسين وأولاد إبراهيم جابر وأولاد جبريل بيأكلوا وجباتهم الثلاثة وسمان وأمان بثروات الشعب السوداني وبذهب الشعب السوداني. من حق اللاجئات في أثيوبيا أن تتم إعادتهم، وده ما ولا تفضل منك
ولا حاجه بتعملها انت للشعب السوداني تتفضل عليه بحقه اللي انتم بتسرقوه وتسمحوا للاخرين ان ينهبوه ويشتروا به السلاح ويجوا يقتلوا به ابناء الشعب السوداني ويغتصبوا به حراير السودان. يجب ان يكون لكم موقف قوي، واتمنى من مندوب السودان في مجلس الامن ان يتحدث عن هذا الامر. ولا يهمنا انطونيو غوتريش ولا تهمنا متحده، نحن شعب لنا تاريخ ولنا ارث عظيم. ما بتجي انتوا تضيعوا حرايرنا يقعدوا عشان جبريل يسرق وينهب ويسمح للجنجويد يسرق وينهبوا والعملاء ينهبوا. لازم ده موقف لازم يتم اتخاذه. بالنسبه لناس الجزيره تاني حكرر لكم الكلام الامس انا قلته. لحظه معلش يا جماعه، انا والله منفعل مع الشيء الحاصل لناسنا او للسودانيات في اثيوبيا. وطبعا البرهان ما الراجل اللي يدافع عن شرف السودانيات وما الراجل اللي، لانه قلنا لك انت فاشل سياسيا وفاشل عسكريا، ولانه لو كانت المشتركه تخضع لقياده عثمان الحسين وهؤلاء الخونه لما كانت انتصرت هذه الانتصارات. فالتحيه للمشتركه ولجيش بابانوسه ولجيش الفاشل، وبنقول لكم امشوا، الشعب السوداني كله وراكم، والفاشل عصيه هي حجر العسل، لانه الامارات دايره تلاعب امريكا انه 3 اسابيع لسه تشغل خناجره ومهدده قيادات الدوله السودانيه بالمكالمات، حتى السياسيين السودانيين مكالماتهم وشيكاتهم، وشفنا كيف التهديد اللي حصل قبل كده. بس في حاجه مهمه داير الناس عشان تركز معاه وتتذكرها، لانه نحن ذاكرتنا سمكيه، او هم بيعتقدوا انه ذاكرتنا سمكيه. لحظة بس، دي حاجة مهمة جدا جدا. طيب أنا دايركم تاني الكلام ده. الأمس الأول في حزن العميق وفي تأسي كبير جدا لما حدث لأهلنا في ود النورة وما جوار من الغرب. يأتي هذا المؤتمر الصحفي باسم قيادات الإقليم الأوسط، لأن هذه الحرب والاقتتال بين المواطن وبين المتمردين صحيح هو منحصر بصورة كبيرة جدا في ولاية الجزيرة، لكن التداخل بين ولاية الجزيرة وولاية سنار معلش حاجة جغرافية ولا فيهم انعقاد. يبقى بالتالي اللي في النيل الأبيض وفي سنار يقول أخوك كان زي ربي راسك، فنحن كلنا في حتة مستهدفين. لكن الاستهداف الأكبر في ولاية الجزيرة في كل محلياتها. نحن كنا بنقول والله المناقل آمنة، نقول مش آمنة أبدا، ما في أمن. الأمن الموجود في مناطق معينة، لكن الآن ود النورة جزء من الملاقي، 4 مناقل، العزازي، المناطق كلها، بالتالي في استهداف كبير. نحن في المؤتمر ده اخواننا ما جينا عشان ندين ونرجو، جينا عشان نقول كلام واضح جدا للقيادة. نحن الآن حتى اللحظة اللي بتكلم فيها دي الأوباش ديل موجودين في ود النورة وفي القرى اللي حواليها. السيد الرئيس ماشي ثاني يوم للحادث في المناقل، وافتكر هذه زيارة كان لها أثر كبير جدا في نفوس الناس، والتزم بمعايير معينة. معلش الكلام ده مهم. توفير السلاح والمركبات. نحن في المؤتمر ده بالنادي بتوفير السلاح والمركبات، وسلاح نوعي، لأنه مثلا أصبحت أكبر من كلاش. الأوباش ديل خشوا ود النورة مرتين قبل كده، تصدوا لهم ناس ود النورة وقتلوا منهم، لكن هذه المرة جو بأسلحة ثقيلة، وغير انه هو غد انا بفتكر لا تجبرني منهم، لانه انت بتديني بسلاح ثقيل وانا دون اعزل او ما عندي سلاح وسلاحي ضعيف، فبتدوير من بعيد، بالتالي كان لازم يكون معلش يكون في شهداء كثيرين، يكون في جرحى، يكون في نزوح، ده كله موجود. الان في تخويف يا اخواننا، في تخويف للمواطن في ولايه الجزيره بصفه عامه، خاصه وبصفه عامه في كل المثلث ده. المستهدف الان عشان الناس تعرف اكثر، المثلث الخرطوم كوسي سنار، ده مستهدف استهداف قوي جدا. حرب يا اخواننا حرب كبيره والتخطيط بتاعها كبير، ما عايزين نخش في كده، لكن الان نحن في محنه وفي كارثه حقيقيه وفي مجزره حقيقه هناك، الموت بالمئات لسه ما واقف، لانه الجرحى كانوا كثيرين والجروح عميقه وكبيره مؤثره في الناس. بالتالي ندانا نكرر الساده السيد القائد العام لقوات الشعب المسلحه رئيس مجلس السياده
نحن نناديك ونقول لك الان الجزيره تحتاج للدعم الكبير جدا العسكري. نحن نناشد بالدعم العسكري وتسليح المقاومه الشعبيه. تسليح المقاومه الشعبيه، نحن اخواننا في سنار وفي النيل الابيض. الكلام ده مهم، انا داير اعيده في لانه الجزيره هي كانت حاجز بصد عشان ما يمتد وجود في الولايات الثانيه. لذلك بنادي برضه اهلنا في الولايات الثلاثه دي وفي الاقليم الاوسط ده لازم نحن اخواننا نتكاتف ونخذ ايدينا مع بعض. برضه نداء نوجه للراسماليه الموجوده الان بيجوا يشفشفوا منك الشفشه بالقالوا دي، يشيلوا عربيتك، يشيلوا موانك كلها، يشيلوا ذهبك، يشيلوا فلوسك. لو جيناك عشان نشتري سلاح يمكن تنتسب مننا. الان دي صح، راسماليه جبانه جدا وده استهداف واضح. لابد الراسماليه الوطنيه الموجوده في الاقليم الاوسط في الجزيره بصفه عامه تتكاتف وتوفر لاهلها ولمستنفرينها الموجودين كثيرين جدا السلاح النوعي والسلاح العالي. وان الحرب دي ممتده، لو انتهت الليله توقع في حاجه ثانيه. ما النوع على اساس انه تتحرر الدنوره او تتحرر الحوش معناها الحرب انتهت. بس الاستاذ ده قوي وماشي. ايضا في الفرصه دي احنا الحاجه اللي عايزين نقولها ونبقى احنا اخواننا عليها حريصين، توحدنا لابد ان نتوحد في بوتقه واحده وحقوقنا كاقليم ما كولايات منفرده. لابد يكون في كلام بالشكل ده ونقيف مع بعض. نحن لابد اخواننا نكون يدنا قويه وكلمتنا نافذه وبنكرر نداءنا ومناشدتنا ان تتحرك المتحركات القاعده وتحرك سناد يا اخواننا له 4 شهور. نحن قابلنا الاخ الغايد لكن من برا قلنا المتحرك بتاع سنار ده واقف، والكلام بتاع الاخ الغايد بالامس والامس كان واضح جدا. اي تقاعس من حركه المتحركات دي معناها ده من القياده الموجوده هناك. الكلام ده الرئيس قال واحنا بنقوله. لذلك احنا عايزين المتحركات تتحرك. نحن عندنا مستنفرين كثيرين جدا ودون قدام الجيش ده. هذا الجيش يحمي ظهرهم. هم ما في نادي ولا جزيره. مش موت دليل يموتوا. اصل اثنين يا استشهدت يا انتصرت. واحد من الاثنين دول. فخلونا نشوف قدام الجيش ده مستعدين وجاهزين. عندنا مجاهدين، عندنا قوات خاصه، عندنا مستنفرين. نحن عندنا حق. دي من قرابة الحرب انه مدنيين يقول لك يا اخي تعالى نحن نمشي قدام الجيش ادونا السلاح بس، والقائد العام يقول لهم والله اي تقاعس او تقصير ده من اسمه شنو ده من القائد اللي هناك. طبعا لو كان القيادات العسكريه دكتور ربيع والقيادات اللي في الجزيره وفي سنار وفي هنا لو كانوا دير رجال عسكريين صحاح وأدوا القسم ده لحماية الشعب، لو سمعوا كلام مدني زي ده ينتحر. لكن دي من قرابة هذه الحرب ومن التآمر الغزل. حتى هذا الرجل طلع علينا في المؤتمر الصحفي ده الثاني ما ظهر، ما قال لنا الحصل شنو. وأبناء الجزيرة أنا معلش حذرتك يا أسامة لأنه بتقول لي كلامي مكرر، كسرة التكرار تعلم الشطار، لأنه نحن الكلام المكرر ده ما قاعدين نقوله بيحصل شنو. الراجل ده طلع مؤتمر صحفي وقال كلام خطير جدا. يعني انت البرهان قاعد مجلس السياده وما قادر تسيطر على القيادات اللي هناك، لانه انت ما دار تدي تعليمات وانت ما دار تسلح الشعب السوداني وما دار تعلن التعبئه العامه. زي ما جا قال لنا الزول اللي اسمه طارق كيجاب قال لك قال والله ما قاعدين يتجندوا ولو ادوهم مليار. منو قال لك ما قاعدين يتجندوا؟ انت فتحت تجنيد يا طارق كيجاب. ما انت الجوب قالوا لك نحن مستنفرين ادينا السلاح وانتوا يا جيش اقعدوا ورا اندسروا زي النساء. زي ما كان البرهان عامل في القياده العامه خدت له قتل خراسانيه وخايف من الجنجويد. ونحن كنا بنتكلم عن هذا الامر وعن هذه المؤامره. وطبعا من مصلحتهم الحرب بالطول، لانه في رشاوي وفي موارد بتتسرق، في موارد الدولة السودانية بتتسرق. عشان كده الحرب دي بتحسيم المقاومة الشعبية بالسلاح. عشان كده نحن بندعو ابناء الجزيرة الرأسمالية ما تقول لي الجنجويد حيحموك. الجنجويد ما بيحميك، يشيل بضاعتك بعد ذاك يجي يقتلك ويشفشفك. وانت شفت ابناء الجزيرة الخائسين والخائبين من السياسيين اللي قال لك اقعد وتعايش مع الجنجويد. ماذا فعلوا بكم الجنجويد؟ حتى الديسكات شالوها مشوا بها، حتى الترترات شالوها، حتى الأسمدة، حتى التقاوي شالوها. يعني هم ديل جايين قاصدين هدف معين. انت راجي شنو؟ انت تتسلح بس، تتسلح وقلنا لك تشتغل زي الناس الفيتنام ديل كله 4 5 قرية وتبدو بالمتعاونين القذرين من ابناء الجزيرة ديل تبدو الإبادة فيهم. بعد ذاك الجنجويد ما الرجال اللي بيقاتلوا قتال الرجال وانتوا شفتوهم بيمشوا تحت غطاء استخباري
ونحن شفنا الفترة اللي خلوا استباحوا فتحوا الدولة لحميتي، لأنه حميتي كان بأموال الشعب السوداني بالذهب بتاع الشعب السوداني، وناس مبارك أردول الكذاب المجرم اللي لسه بيتحدث ده ويفتخر بالسرقة وبرش الضباط. ما معناته انت مبارك أردول كنت رجل مرتشي، ونحن عارفين حتى عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور انتوا كنتوا عملاء، معناته كنتوا شايلين البندقية دي ومستأجرين بيها، ما كنتوا بتناضلوا، ما عندكم قضايا حقيقيه. عشان كده نحن لما بنقول وجا عوضوا حميتي وهبه دقلوا، وجا عبد الله حمدوك حلف المصحف مع حميتي، وبعد ذاك شفنا كيف تنازل لحميتي عن اللجنه الاقتصاديه، وتنازل له عن ملف السلام ومحمد حسن التعايشي، وكل المجموعه دي شفناها كيف تنازلت. يبقى ان احنا الزول اطلع المؤتمر الشعبي باسم المقاومه الشعبيه اختفى ليه؟ ما جيت قلت لنا البرهان ثاني رد لك قال لك شنو؟ بس طلعت المؤتمر ده وسكت. هل اشتروك انت كمان؟ لانه في حركه شراء وبيع ثقيله في الايامات دي، ولانه الجزيره ما مطلوب انها تتحرر، ولانه العرب عندهم حقد تجاه الجزيره بالذات، لانه الجزيره دي مشروعها هو كان ضمان، لانه شركه ارامكو تطلع البترول حق السعوديين وتطلع بترول الاماراتيين اللي لسه بيقدروا بالدوله السودانيه وبالشعب السوداني، لانه لاقين امامهم اشباه رجال، ما رجال وطنيين حقيقيين يستطيعوا ان يحموا سياده وكرامه الدوله السودانيه. نميري اختلفنا او اتفقنا معه، لم يحدث يوم في عهده ان اسيئت سياده الدوله السودانيه او كرامتها الا حينما ارتبط بالكيزان. بعد ذاك شفنا في النهايه غدروا بيه كيف. واخواننا الكيزان اللي بيزعلوا ديل ما تزعلوا، ما تقول لي الحركه الاسلاميه عملت ولا ما عملت، انتوا اسيئتوا للدين الاسلامي وجايين اسيا قاعدين في تركيا بكل جبن وخبث الاموال اللي سرقتوها دي. قدمتوا شنو للشعب السوداني؟ الاموال دي جبتوها من وين؟ ما سرقتوها من ثروات الشعب السوداني؟ ولا انتوا دايرين تحولوا الشعب السوداني زي الكلام اللي قالته زينب المهدي دايره تمين علينا بانه جده حرر السودان؟ يا ريت لو كان ما حرروا المهدي. نحن المهدي ما بنختلف معه، رجل وحد الشعب السوداني، لكن جدي كساني باع الدوله السودانيه وخضع الشعب السوداني، دار يحولوا لعبيد وهو يستفيد من الحمايه البريطانيه. نحن يا ريت لو كنا قاعدين بقينا وضعنا زي استراليا ولا زي نيوزيلندا، لكن انتوا دايرين تستاثروا بهذا الخضوع وتستعبدوا بقيه الشعب السوداني. يا ريت لو كان ما حرروا عشان تمني علينا، لانه نحن تاريخ السودان تاني حيتكتب صح، ما حيكون فيه استهباط او استعباط. نحن الكلام ده لما بنقوله بنتكلم رحم الله الخاتم عدلان، لانه كان محق في كلامه. لو ما تخلصنا من الطائفيه وما يسمى طبعا كمان قصه الطرق الصوفيه دي براها. هسه عجل عابدين هنا في مصر من السيده زينب للحسين لوين ما بيقدموا اي حاجه لابناء الشعب السوداني، لا هم ولا السياسيين. مبارك الفاضل العامل فيها مع الجيش يطلع يقول لك يهنئ الشعب السوداني. تهنئوا على شنو يعني؟ تهنئوا على شنو مثلا؟ انتوا ما قسمتوا وانت هسه تقدر تدافع عن الشعب السوداني هنا يا مبارك الفاضل؟ ولا ارجل سياسي هنا يقدر يدافع عن الشعب السوداني؟ والشعب السوداني يتعرض ما يتعرض له، لا تستطيعوا. فما تجوا تاني ما في متاجره بالشعب السوداني، وانت البرهان ما بترهن الشعب السوداني، انت ولا جبريل ولا مجموعه اللصوص دي تستأثروا بثروات الشعب السوداني وتطيل امد الحرب. عشان كده انت خايف من تسليح الشعب السوداني، والشعب السوداني شئت ام ابيت سيتسلح. وتاكد تماما ان الشعب السوداني حيتوحد مع المؤسسه لا انت لا كباشي لا ياسر عطا لا ابراهيم جابر لا عثمان الحسين ولا الغالي ولا مفضل اللي بيشتريهم عينه اردول ده بذهب الدولة السودانية. عشان كده أردول لما مشى جبال النوبة ما قادر يدافع عن الناس هناك السيانيد. الأرض انتهت والبهايم انتهت، ما الراجل اللي بيدافع. ما نحن نقعد نتكلم كلام فارغ كل مرة على الشعب السوداني وناس الجزيرة. أسأل الراجل ده أسع قاعد في بورسودان لبد مشى اشتروه، خدت برهان مع طوالي في الاجتماعات، جدعوك في فندق قعدت. لازم نحن يكون عندنا وقفة قوية. وأبناء الشعب السوداني تاني بنوجه لكم نداءات في المنظمات. أغلبية المنظمات فيها الشيوعيين دين. شوفوا كده، شوفوا لنا اللاجئين السودانيين اللي في اثيوبيا دين القاعدين في القابة، الحراير السودانيات. لأنه يا البرهان أنت لا يمكن أن تدافع عنهم ولا بتتخذ قرار، لا أنت لا جبريل لا غيرك. نتمنى أنه يا أخي تتنفخ فيك صورة راجل، لكن ده من المستحيلات.
من المستحيلات انكم تبقوا رجال، لانه لو كنت فعلا انت الشعب السوداني ده والله لو كان سلحته واعلنت التعبئه العامه، لا امريكا لا مجلس الامن لا الاتحاد الافريقي لا اي كائن كان في هذه الارض، وجبت جيشك ده من السعوديه تحمي الملك سليمان، لشنو نحن نحميه؟ فليخترغوا الحوثيين نفسهم، ده ما بيعنينا. ما في تقول لنا دار تحمي الكعبه، انتوا باع الجيش السوداني ده طاع عثمان الحسين ارجل راجل فيكم، وجيتوا سمحتوا لشيخ اللمين كوهن اكثر جاسوس اماراتي شده ما مستفز بيقابلكم بالزي الوطني الاماراتي، فنحن عارفين انكم انتوا ما رجال. لكن يا اخي الشعب ده الان ملتف حولكم، ابقوا رجال يا اخي، ليه نفسكم يا اخي قدام اولادكم، خلوا تاريخ بتاع رجال لاولادكم انتوا يفتخروا بيكم يا البرهان. لكن انتوا ما الرجال الدارين تعملوا العمليه دي، خايف من شنو؟ خلي الامارات دي تفك التسجيلات، شنو المشكله؟ خليها تفك اي تسجيلات يا اخي. سادين الكعبه الكلام ده قالوا يا اخي ابو طالب لما جايهم الهناي قال لهم شيلوا الابل وامشي، القريشيين قالوا له والبيت، قال لهم وللبيت رب يحميه، ربنا سبحانه وتعالى قادر يحمي بيته، ربنا سبحانه وتعالى قادر يحمي الاسلام رغم ما يحدث الان للاسلام والمسلمين. شوف الاسلام بينتشر من وين، لكن لانه انتم ما عندكم عقليات، انتوا لانه جبنه. خايف من شنو؟ خلي الامارات تفك المكالمات، خلي عزه الماهر يفك المكالمات. الشعب السوداني عارفكم وعارف حقيقتكم، عارف فضايحكم، انتوا خايفين من شنو تاني؟ تخسروا شنو اكتر من كده يعني؟ ابقوا رجال ولا زحوا امشوا طيروا كده يا اخي؟ ولا الشعب السوداني ده والله حيواجهكم بالسلاح يا البرهان، ما بترهن الدولة انت ومجموعة لصوص، ونحن حرايرنا في اثيوبيا يعانا وفي مصر يتسولا ويتم الاهانة لهم، ورغم انه في مصر دي مستثمرين السودانيين بالكميات الكبيرة، لكن بيتم الاهانة لهم لانه عارفين ما في دولة بتدافع عنهم. فنحن ما دايرين يا اخي، ما دايرين نخصم ظهر الجيش، الجيش بقاتل بشرف. المؤسسة دي فيها رجال يا البرهان، انت لو ما قادر ولا المعاك دين ما قادرين زحوا للرجال، انزوا زحوا للرجال. شوف البلد دي بتتحرر ولا الجنجويد ده يقضوا عليهم؟ خلي جنجويد شوية صعاليك في الجزيرة لافين زي كيكل وبيكل والكلام الفاضي ده. وانت دكتور ربيع والقيادات العسكريه دي، والله لو انتوا رجال فعلا وبتحترموا الكاك اللي لابسينه ده، من الزول ده طلع اتكلم قال لكم يا جيش ادونا السلاح والعربات ونحن نمشي نقاتل؟ مدنيين لاول مره في التاريخ، مدنيين يدافعوا عن العسكريين، كانت اديتوا نفسكم طلقه. لكن انتوا ما الرجال اللي بتعملوا كده، لانه ما دايرين تموتوا، ولا انتوا زي اللواء ايوب، ولا زي اللواء ياسر، ولا زي عثمان مكاوي، ولا زي الرايد لغمان، لانه انتوا دارين المؤسسه دي تاكلوا وتعملوا قروش وبدون اي قيمه. ما في دوله ذاته تحترمكم يا اخي. الجيش السوداني ده تاريخ يا اخي، حمل ليبيات في الحرب العالميه ويقف بين الانجليز، واحد زي حفتر الصعلوك ده يبعث من يغتصبوا السودانيات. وثانيا يا البرهان بالنسبه طبعا الاخبار المحزنه، شوف يعني دي، شوف اقول لك الرغم الوطني وبيع والله حاجه مؤسفه خلاص، بيع الارغام الوطنيه. شوف الليبيين طبعا المرتزقه الافريقيه حصلت على الهويه السودانيه، ده طبعا الزول ده بيكرم فيه برهان. طبعا ديل الناس اللي باعوا الجوازات والارغام الوطنيه. وفي واحد ليبي قصته مشهوره، الليبي ده ليبي جايين يغتصبوا السودانيات، ده طبعا قبضوه في تشاد كثير، باعوا لهم الهويه السودانيه والرقم الوطني. عشان كده انا ما كنت بحترم الرقم الوطني ده، ليه؟ لانه باع له كل من هب ودب، شايل الرقم السوداني كويس، شايل الرقم الوطني السوداني، وكل اللي بيسيئوا للدوله السودانيه، لانه الدوله كان تم تسييلها وسيطروا عليها. والكلام ده ما بدا هسه، بدا في عهد الكيزان ديل. عشان كده واحد من الكيزان ما يجي يقول لي الاسلاميين انتوا حقيرين جدا جدا، ما تجي تتكلم، انتوا بيحتوا الرقم الوطني، انتوا فتحتوا البلد للغاشي والماشي. لما جو المساكين ديل يدافعوا دارين تتاجروا بالقصه، المصباح دار يمشي يودي لي ام العمره بعد شغل هناك ده كسع ما تمشي الفاشر يا المصباح، ودار يجي هو يمشي لي السعوديه. دي كلها العاب خطره بيلعبوها الناس ديل،
وديلك قاعدين في تركيا بأموال الشعب السوداني يتزوجوا مدارس سودانية وكلام فاضي. ده كله تاني ما بيحصل. الشعب السوداني لن يسمح باستباحة بلاده وسرقة ثرواته وقتله بثرواته والحرائر السودانيات في أثيوبيا. يقعدوا يشكوا ويبكوا لأنه الدولة عارفين ما فيها راجل. وانت اسعي يا البرهان ويا وزير الخارجية دارينك بكرة شفت كلام واضح. أي أثيوبي لاجي قاعد في الدولة السودانية دي يتفضل اطلع الآن. نحن في حالة حرب، في حالة حرب، في حالة حرب. لأنه نحن زمان مصر دي لما حصلت لها حرب وقفنا، والشعب المصري ما بيعرف التاريخ ده، لكن في إعلام غزر بيحاول يدور ويسيء للشعب السوداني. واحدة زي أمان الطويل اللي كانت بتحمي الحركة الإسلامية وبتدافع عن نظام البشير من مكتب الأهرام ده. أمان الطويل اللسع بتنظر وتكتب في الشأن السوداني وبتتدخل. ما تقدر لنا تكتب يا أمان الطويل عن أكبر كوز وأكبر حركة إسلامية كان بيصرف عليكم هنا كمال حسن علي القاتل ده مندوب السودان في الجامعة العربية. ده ما قاعد كوز، ده ما حركة إسلامية، ده ما أخوان مسلمين، لكن لأنه القرض مرض. والغريبة ما في بتكتب حتى في المواقع السودانية ولا يستطيع أحد أن يرد عليها. نحن ما بنتدخل في شؤون الدول، لكن ليس من حقك أن تتدخلي وتقرري في الشأن السوداني، لأنه لاقي ليكي مطبلاتية يطبلوا ليكي. ما انتوا كنت بتدافع عن الحركة الإسلامية، ما سمعت تتكلمي لنا عن الحركة الإسلامية اللي قاعدين في الجامعة العربية ديل. كمال حسن علي ده مجرم قاتل، تقدري تتكلمي عنه؟ ما كان سفير هنا. لازم ايوه دي المعسكرات دي لازم اولى بها الشعب السوداني. والتحيه لاهل الباوقه. انا اتمنى اهل الباوقه والناس دي كلها تتسلح، سلحوا نفسكم واقعدوا من فوق في راس البيوت قناصه. الغرف الجزيره يشتغلوا بنفس الشغل ده، ما تنتظروا البرهان ولا تنتظروا ناس دكتور ربيع ولا القيادات المرتشيه دي. لانه نحن عرفنا فتره من الفترات حميدتي ده اشترى، وده دليل. هسه انا حاديك دليل. ده الكلام ده ما حاصل يا البرهان، نحن جايبينه من بيتنا. وقال لك قبل كده ياسر العطا، قال لك يا اخي ما عارف صاحبي وصاحبك الدوله ما حتدار بالطريقه دي. وبعد ذاك ياسر العطا ذاته جنكسر، عملت معاه لقاء اسمه منيدي لينا يعقوب اللي احتزر لها البرهان بعد ما تآمرت على الدوله السودانيه. دي قصه من قصص. اتفضل، دي قصه، دي اسمع دي. نحن ما الدولة السودانية ما الحصل في السودان ده ما بالهين، كنا بنحذر منه. يا أخي الشيء الغريب في الأمر طبعا حتات كلها قاعدين تسمعوا بها مروي كويس. هسه الآن الدخلة بتاعت مدني. أنت تعلم يا محمد وباقي الناس اسمع المقطع ده، تعلم إنه قائد مروي وقائد القاعدة بتاعت مروي الاثنين اشتراهم حميدتي. وسبحان الله قائد مروي ده قائد القوات بتاعت مروي سحب القوات، تخيل، وبقى يدافع بهم وختام بورق وطمن الناس في التلفزيون قال لهم ما في حاجة. ده مشتري حميدتي عديل كده، تخيل سبحان الله، خيانة عظمى. الحمد لله قبض بحمد الله. كانوا ما عارفين انه قائد القاعدة ذاته بالله العظيم بتاع الجوية الزول المحرسين الطيارات ده ما كانوا الناس متخيل انه حيكون خاين، برضه طلع خاين. شوف يا اخوان الامر العجيب ده سبحان الله. واحد ثالث قائد قتيبة اقتحام المدرعات دخلت الخرطوم من اتجاه مدني. تخيلوا الزول ده زول عميد بتاع مدرعات والزول قديم في الجيش، برضه كان بايعه. سبحان الله. ده احكي له اسم منو، ناس اسم مستحضرات ذاتي بعرف. يا اخي الرجل ده بشر النبي قام سحب الدبابات، هم جايين داخلين بطريق مدني، سحب الدبابات كويس ودخلها جوا. بس استغرب القايساني بتاع العمليات، يا زول يا سعادتك الناس ما قالوا جايين بهنا؟ قال لا 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 دي معلومات مكذوبه وكده. اكتشفوا نقيض، ربنا وفقه، دخل عليه المكتب بدون ما يستأذن، لقاه بيتكلم مع ناس الدعم السريع. هاي اول لما تجوا خاشين انتوا قربتوا، قربنا خلاص، لما تجوا خاشين تعالوا بالباب خلفي، انا بكون منتظركم هنا. طوالي يجي النقيب بلغ القايساني قال لهم يا اخوان الناس يتقربوا، انجوا بنفسكم، اقعوا البحر، اقعوا في الترعه. قطعوا البحر وقطعوا بغادي
يشوفوا النازل بهناك بغادي البحر، طبعا عملوا مناوشات معهم عشان ما يجوا عليهم بضربوا بكلاشات وكده عشان يعني بس يتخارجوا منه. جاء قائد بتاع الدعم السريع، جاء حيا طوالي بتاع المدرعات، تخيل الزول البايع، وده جا لبس الكاكي حق المدرعات، ولحد الان الزول ده قاعد في التفتيش بتاع مدني بيفتشوا الناس وكده وكده، واي زول شايل بطاقه ولو بتاع خدمه وطنيه بيصفوه. اعملوا حسابكم يا اخوان، دخلت مدني الدخله بتاعت الخرطوم. اما على التفصيل من فوقكم زي ما كان قلت لك قبل كده، الرجل ده كان مصر على قاعده مروي، واشترى الناس ديل، اشترى قائد القاعد واشترى قائد القوات كلها بتاعت قطاع مروي كلهم عشان يجيب طيران عن طريق حفتر، طيران روسي كان هيبيد السودان عن بكره اليوم. شوف ده من فوقكم ومن اسفل منكم. سبحان الله، الزول تدخل كثره قوات في الايام الاخيره في الخرطوم. انا لله وانا اليه راجعون. ده تحت بصر. لكن يا اخواننا لي والله وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. والله كثرت اللهجات بتاعت الناس، والناس اللي بيدعوا لنا في الحرم ويجزونا نحن بيوقفهم هناك، بيجي عربات بيجي عندنا نقطه تفتيش يوقف العربات يقول لكم والله يلا ليكم احنا معاكم. والله دعوات وناس صادقين، والناس اللي قاعدين يضربوا ديل والله فيهم ناس دفعاتنا، ناس اتقياء لله اللي بيركبوا الطيران ديل، ناس اتقياء لله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. نسال الله عز وجل يا اخوانا الثبات والتسليم. طيب دار اقول لك حاجه يا خالد، الحرب تقيف نقبل بالجنجويد يعني، ها يشرقوا في الثروات دي ويجيبوا طيران وبعد ذاك يجي يبيدوك، مش كده؟ لا الحرب ما تقيف. الشعب السوداني ده يشيل سلاح، ده عدو واضح هدفه شنو، لكن لانه دي العقليه اللي ماشيين بها ودي الحاجه الدار يوصل لها البرهان الشعب السوداني، ولكن مستحيل يا البرهان، لا الشعب السوداني حيقعد يتفاوض مع الجنجويد ولا جيش الشارع حيقعد يتفاوض، خصوصا انه الجنجويد دول اغتصبوا نساء من الضباط وقوات الشعب المسلحه، لكن نحن ما حنقعد معاهم في سلام. يا يبيدوا الشعب السوداني دي الدوله دي يشيلوها يخطفوها، تشيل قبيله الرزيقات بالامر الواضح، ومعاهم من خلفها هذا الشتات ومن خلفهم محمد بن زايد يشيلوها كده بالرجاله، يا الشعب السوداني يقاتلهم. ودي النتيجه دار الله البرهان وتغزم وقحط وما شابه من الخونه والعملاء. ودار اذكركم في بدايه اللايف، طبعا السعوديه بدات تصنع كسوه الكعبه في عهد الملك خالد، لكن قلت لك كان ولا يمكن ينتصروا يا جماعه اهل الباطل على اهل الحق، لكن لانه الاعلام والتغبيش يا خالد بركه انت داير تمشي به زي الناس اللي لسه دايره تتهم عبد العزيز بركه ساكن الروائي الذي انطلق من دائما يا جماعه النجاح بيجي من وين؟ انت لو روائي ولا مثقف ولا اديب، ما انت لما تقارن بين اسهري محمد علي ومحبوب شريف بتستغرب، ولما تقارن بين بركه ساكن وغيره من الكتاب، بركه ساكن كان بيعبر عن نبض شعبه، جاي يطلعوا قوس اي زول، ولا يستطيعوا ان يتحدثوا عن كيزان الجنجويد اللي هم بيقودوا حرب عنصريه قذره، وهم اللي ماشيين بالطريقه العنصريه عشان يفتنوا الشعوب السودانيه، لكن الشعب السوداني توحد على غلب رجل واحد، والشعب السوداني باذن الله منتصر باذن الله.